قصدت باب الرجاء والناس قد رقدوا. يا من له ستر علي جميل، هل لي إليك إذا اعتذرت قبول؟ أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. نغمات على ضوء الهلال. نغمات على ضوء الهلال، إعداد وتقديم عزة إسماعيل. هبة الله لمصر ليست في نيلها وحده، بل في أصواتها أيضا. من سنوات قليلة، ربما لا تذكر في عمر الزمن، ظهر صوت عبر فيديو أذيع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في فيديو قصير في دقائقه، لكنه كان كافيا ليحدث دويا كبيرا. صوت وصف وقتها بأنه خليفة النقشبندي، بإحساسه وبقوة أدائه، وبذلك الشجن الذي يسكن الحرف قبل النغم. سرعان ما انتشر ولاقى ترحابا كبيرا لدى الجمهور، جمهور الإنشاد ومحب التواشيح، وحتى الجمهور العادي المحب للأصوات الجميلة والمميزة، وترك بصمة في وقت قصير. جاء اليوم أن ألتقي بصاحب هذا الصوت الذي أصبح حاضرا في كبرى المناسبات وفي قلب الحدث الرمضاني. أرحب بالمبتهل أحمد العمري. يا أهلا وسهلا يا أستاذ زيد. كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك طيبة وبألف خير، وأنا أتشرف إن أنا موجود مع حضرتك في الحلقة النهاردة. شرف ليا في اللقاء دوت، ويعني ربنا يجعله في محبة مشايخنا، ويجعله في الإنشاد الديني ومحبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوات ربي وسلامه عليه. لو بدأت واسمح لي من حيث ذكرت أستاذ أحمد، هذا الفيديو الذي انتشر وبقوة، هل توقعت أن يتحول هذا المقطع القصير إلى نقطة تحول في مسيرة قادمة وفي مشوار قادم أكيد نجلس اليوم ونحكي عنه؟ والله الفضل لله والنعمة، وأنا لا أملك من أمري شيء إلا محبة مشايخنا رحمة الله عليهم، مع الشيخ سيد النقشبندي وكل المشايخ رضوان الله عليهم. ولكن أنا من قبل الفيديو من زمان، نقدر نقول ان انا كنت بعافر في محبة هذا المجال. انا هقول لك التفاصيل، بما ان الحلقة دي او الجلسة دي انا شايف ان هي جلسة معبرة عن الروح، ونغوص فيها في التفاصيل، شيء يسعدني والحمد لله ربنا يديم القبول يا رب، اللهم امين. ان هحكي اللي انا ممكن ما حكيتوش في بعض البرامج. ولينا الشرف. والله انا النقلة جات من انا ربنا اكرمني، وكنت لسه حديث الخطوبة زي ما بيقولوا، وواجهتني صعوبات ان انا اتزوج في بداية زواجي بعد 6 شهور من خطوبتي. الحالة المادية ما كانتش خالص، الحمد لله واللهم لك الحمد. وإذا بيا بمشي زي المجاذيب في الشارع من ستنا السيدة زينب لسيدنا الحسين. جالي حال كده هيام كده لمدة أسبوع، رايح من هنا لهنا، وكنت مكل جدا في الأكل والطعام. وطبعا الحمد لله انتقلت كنت بنتقل لسيدنا الحسين، لحد ما في مرة من المرات كده جلست في يوم من الأيام في الفترة دي، جلست في مسجد سيدنا الحسين، وش كانت الحياة ضاقت بيا بشكل اللهم لك الحمد. الحمد لله. فدخلت اتكلمت مع
سيدنا الحسين وبقول له يعني. وخلصت حديثي كده بما أكتمه من القول يعني في هذا الحديث، ودعيت ربنا وخرجت. وإذا بيا قاعد بعدها بيوم في قهوة، ووصل 2 من واحد صاحبي وكان معاه شاب اسمه صالح الأزهري. وصالح قال لي أنا بشتغل في السوشيال ميديا وكده، ما تيجي أصور لك فيديو مولاي. وهو مولاي اللي اتصور يومها وإحنا قاعدين. ونزل بعدها ب3 أيام على السوشيال ميديا شياره الأستاذ أحمد حلمي الممثل. طبعا أنا ما يعني الجمال هو من فرض نفسه، وانا مش شايف اي نوعيه جمال. هو كان سببا الهي او من اين يعرفني الاستاذ يعني هو قبول بقى، هو ربنا كتب القبول في هذه اللحظه والرفعه يعني. وبعدين مره واحده شيروا، لقيت الصفحات كلها بتنزله. طبعا الفيديو وصل لملايين المشاهدات. طبعا مفيش اسبوعين او مفيش 3 أسابيع كنت بعمل اول حلقه مع اكبر البرامج التلفزيونيه. وفي نفس هذا الشهر يكتب لي الله ان الدولة المصرية تسمعني. وانا من هنا زي ما بقول لحضرتك في البداية بدون مجاملة، انا مش نجم من زمان ولا حد يعرفني، ده انا حد طلع عمل فيديو. فحتة ان انا سيادة الرئيس بنفسه جبني في افتتاح مسجد مصر وفي حدث جماهيري كبير جدا، وغني مولاي لأول حفلة يوم وقفة رمضان في السنة دي من 3 سنين، دي حاجة كانت انتقال عظيم جدا وفرج وكرم من عند ربنا كبير جدا. أكيد. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. يعني شايف ان كان في نوع من الانصاف. انا شايفه ان في جبران خاطر. كنت ناوي اجل وناوي اعمل حاجات كتير قوي جوازي. عايز اقول لحضرتك انا شطبت شقتي وجبت عفشي. ربنا معانا ومطلع علينا ومطلع في كل نوايانا، وصدقني ربنا بيكرم الانسان لاجل نواياه، وربنا يصحح نوايانا من حين لحين. الحمد لله. يعني بعد الفيديو طبعا حياتي تغيرت 180 درجة، وده يعني فضل من الله وفتح من الله. كتب الله لك القبول في الأرض والسماء. اللهم آمين. من أول من لمس في صوتك هذه الموهبة وشجعك؟ هل كانت الأسرة أم أستاذ بالمدرسة؟ والله حاجات كتير أو أسباب كتير، ولكن كان والدي رحمة الله عليه من الفنانين الكبار جدا في مجال الرسم والخط. كان فنان بيده وأنت فنان بصوتك. الحمد لله. وكان برضو فنان بيده. في أيام جامعته كان بيلعب كمانجا ومندولين وعود، وكان كل ما يرسم غلاف شريط يجي لنا منه نسخة هدية يعني. فالبيت كان مليان شرايط يعني الحمد لله. فعندي شرايط الإنشاد من أول الإنشاد المصري لحد بقى الإنشاد السوري والإنشاد الحجازي والحاجات دي كلها طلعت عليها وأنا صغير يعني في صغر سني يعني. وتمنيت أن يكون صوتك في شريط هو مثل هذه الأشرطة؟ ما كانش صوتي حلو زمان زي دلوقتي بفضل الله يعني. لا كرغبة هو والدي اللي اتنبأ بيها. قال لي انت في يوم من الايام هتبقى منشد كبير جدا. رحمه الله عليه. الحمد لله. هو قال لي الكلمه دي يعني طمأنك قبل ان قال لي هتبقى حاجه كبيره جدا. رحمه الله عليه. وداني للشيخ سعيد حافظ، والشيخ سعيد برضو كان قام معايا بدور كبير جدا في حياتي يعني. وبعد وفاة والدي وانا في تانية كلية بدأت اتردد انا لوحدي على الشيخ سعيد واروح له بيته. وكان ابسط من البساطة جدا رحمة الله عليه. وكان لا يقل عن عم الشيخ سيد النقشبندي يعني. كان صوت جبار، كان جميل، كان صوت جبار وعظيم ومفيش زيه. وبعدين اكرمني ربنا في 4 كلية سافرت. تخيلي حد يسافر في 4 كلية. سافرت للإمارات بمثل مصر في مسابقة منشد الشارقة في 2014. الله. من الذي رشحك وأنت كنت في الكلية وقتها؟ أنا كنت في الكلية وكنت في الشغل. أنا كنت طبعا بشتغل. طبعا برضو والدي توفى يعني وسابنا. كنا لسه يعني كنت بتساعد الأسرة وبتساعد نفسك. طبعا كنت في أحد المصانع في أكتوبر. وبعدين صديق ليا عمل لي منشن في يوم الاختبار، واستأذنت من الشغل وبالفعل وصلت. وبعدين ما لقيتش اللجنة موجودة، كانوا خلصوا لأني وصلت. هم كان الميعاد من 8 الصبح ل 8 مساء، والفضل لله رحت 7:30 يعني على ما قدرت أوصل وعلى ما استأذنت من اللي ماسك الشغل. فرحت لقيتهم خلصوا. فصعبت على نفسي جدا، بكيت وخرجت وكنت بجري ويعني. فبعدين ركبت أتوبيس وأنا مروح بقى، ما روحتش البيت من كتر زعلي. قلت أنا هروح عند جدي. كان عندي عمتي يعني عمتي ربنا يبارك في عمرها بتستقبلنا استقبال حلو جدا يعني. وأنا ماشي راكب الأتوبيس كده لقيت عربية نص نقل كبيرة كسرت علينا كده ومكتوب في ظهرها الشارقة. دي هم بيفكروني بنفسهم ولا أو بيهم ولا إيه. وبعدين روحت قاعد مع عمي قال لي النت قدامك افتح صفحة الشارقة كده وبص.
فتحت لقيت فيديو كده او ايقونه فوق، سجل صوتك فيديو، بدل انت ما لقيتش الاختبار تقدر تبعت لنا فيديو بصوتك. يا الله. وبعدين انا ما كنتش جاهز اصلا كمان ايامها، هو بس مجرد ان انا يعني هو ربنا قال لي يعني انت عيطت يعني انت ما تعرفش الخير فين. لو كنت وقفت اختبرت كنت هتخاف، ما كنتش هتقبل. ربنا سبب الاسباب ان انا ما كنتش جاهز، وسجلت فيديو وانا في البيت وبعته، اعتمدوني من مصر، واحد من مصر من ضمن 350 صوت. فدي كانت حاجة إلهية بالنسبة لي، إشارة كبيرة من عند ربنا. وطبعا أنا كانت بعيدا عن المجال الموسيقي ومجال الإنشاد، كنت لسه بحبه يعني في البداية، فما خدتش المركز الأول هناك، كنا 14 متسابق. وطبعا جبت قرار وزاري عشان أعرف أسافر، وكانت قصة كبيرة كده طبعا. الحمد لله مجهود يعني كبير، وربنا سهل لي يعني، ما كانش حد معايا يعني. فبعدين ببص لقيت إن أنا حصلت على المركز السابع. نزلت من المسابقة وأنا بقول أنا هذاكر بقى الموضوع من أول وجديد، دي بقى أساس الموضوع من أوله لآخره. كنت ذكرت لي منذ قليل وبدون مقاطعة لكلامك أستاذ أحمد، كنت في العام الثاني من الجامعة. تمام. ودندنت يعني مع نفسك لأول مرة مقلدا لصوت النقشبندي، وسمعك زميل آخر. طبعا. أنا الحقيقة متشوقة يعني أسترجع مع حضرتك هذه اللحظة. حاضر. لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا، ولولا الحب لم أتكلم. يا مظهر التوحيد، يا مظهر التوحيد، حسبي أنني أحد الشداه الهائمين الحوم. ما حيلة الشعراء إذا بغناؤهم، ما حيلة الشعراء ذا بغناؤهم رغبا لدى هذا الجلال الأعظم. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال، لدى هذا الجلال الأعظم. إن الذي سواك، إن الذي سواك، إن الذي سواك في قرآنه وفاك وصفا بالثناء الأكرم. سبقت محبته مجيئك للورى في عالم الغيب الكبير الأقدم. يا نور، يا نور، يا نور، يا نور، يا نور. يوم ولدت قامت عزة للأرض إذ أمسى
أمست لنورك تنتمي، إذ أمست لنورك تنتمي. الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي، الكوكب الأرضي حين وطئته أمسى حصاه يتيغ فوق الأنجم طوعا لأحكام القضاء. خطى على هذا الثرى خطو اليتيم المعدم، متجردا من كل جاه، متجردا من كل جاه ظاهر وبغير جاه الله، وبغير جاه الله، وبغير جاه الله لم يستعصم. صلى الله عليه وسلم. الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. فتح الله عليك دائما وأبدا. الله يخليك. نغمات على ضوء الهلال. حين يوصف صوت بأنه امتداد لمدرسة عظيمة اسمها مدرسة النقشبندي فذلك تقدير. الله يخليك. لكنه أيضا في تصوري مسؤولية طبعا. وأنا أعلم أن حضرتك يعني تلقيت هذا الوصف بالشق الثاني بأنه مسؤولية. أكيد. هل تفرح بتشبيهك بهذه المدرسة أم تعلن عن نفسك بأنك متتلمذ على يديها وليس متشبها بها؟ والله زي ما قلت لحضرتك يعني ان انا ناس كتير بتكلمني تقول لي شبيه النقشبندي وخليفة النقشبندي يا جماعة المشايخ دولت جامعات ومدارس صحيح. والمشايخ رضوان الله عليهم كل اللي بيقول دلوقتي محدش جاب من عنده، جاب منهم، لان هم قفلوا الجيم يعني قفلوا الموضوع خالص يعني صعبوها على اللي بعدهم وعلى اللي قبلهم طبعا. يعني أنا بشكرك على سماحة ويعني صدق إحساسك الله يخليك كده. لا دي الحقيقة، لأنه أحيانا الموهبة عندما تكون بسم الله ما شاء الله بهذا الحجم يعني أحيانا بيستصعب على الآخرين أنهم يذكروا أنهم أقل من الأساتذة. لا يا فندم، ما هو دي الحقيقة أن إحنا أقل من الأساتذة، وفي فرق ما بين اللي رسم الخط وما بين اللي مشي عليه. فعم الشيخ سيد ده اللي رسم الخط، ده اللي حط القاعدة، نحن من سرنا على نحن اللي سرنا عليه واستقينا منه وتعلمنا منه. اللي أنا شايفه أن أنا مش شبيه للشيخ سيد النقشبندي، لأن الشيخ سيد النقشبندي ليس له في وجهة نظري من الأصوات المعاصرة والحالية والقديمة ليس له شبيه. هو حالة صوت ينزل من السماء على الأرض وليس العكس. احنا بنسمعه في الإذاعة بتحس إنه جاي من السماء. أنا أتبسط لما حضرتك تقول لي أنا فرد من ضمن أفراد خرجوا من تلك المدرسة، وفي ناس كتير جدا في الإذاعة وناس بره الإذاعة بيخرجوا من تحت عباءة مشايخ، وبرضه ناس كتير جدا متأثرة بالشيخ النقشبندي، مش أحمد العمر يعني مش قصر عليا. ربما كل شيء جميل وقوي أكيد بينسب لمصدر الإعجاب الأول. أكيد طبعا. فيمكن ده يكون حجة هو ده من هنقول من باب محبة الناس ومن باب حب الشيخ النقشبندي وكده، ولكن الحقيقة بتقول إن عم الشيخ سيد هو ظاهرة كانت فريدة من نوعها في الفترة الزمنية اللي هو عاش فيها. دولة التلاوة هذا البرنامج الذي أعاد اكتشاف مواهب الأزهر الشريف الصوتية
وحقق حضورا جماهيريا واسعا بل ومنقطع النظير في مصر. وربما كان الكثيرون يطالبون بإذاعة هذا البرنامج واستمرار إذاعته خلال هذا الشهر الكريم، لكن تفاجأنا، وأعتقد أنه كان تكريما يعني أن يكون صوت الأستاذ والمبتهل أحمد العمري هو الافتتاحية لهذا البرنامج، أن يكون صوتك افتتاحية لبرنامج لهذا الحجم. فأعتقد أنها خطوة انتقالية نوعية في مشوارك، والجميع تساءل في بداية التتر ترى من صاحب هذا الصوت، إلى أن تفاجأوا في تتر الخاتمة بأنه صوت وابتهال أحمد العمري. بالضبط. تتفق أنه نقلة نوعية وتكريم، لأنه تقدمت افتتاحية برنامج على نطاق جماهيري واسع تخطى حتى جمهورية مصر العربية. دولة التلاوة بقى دي بقى المرحلة برضو من أكبر المراحل. أنا والله قاعد في البيت يعني أنا الحمد لله. زي ما بيقولوا يعني قاعد فاضي بهش وبنش. طبعا احنا بشكر توجه الدولة اللي هو وجود شركة المتحدة والدولة في خدمة القرآن وأهله، وإن المتحدة عينيهم برضو مش بجامل، عينيهم على الناس الحقيقية أو الأصوات الحقيقية، المواهب الحقيقية. حتة المحسوبيات ما بقاش بقى زي زمان. يعني لا، هات الكفاءة، هات اللي المفروض يكون كفء لهذا العمل. فهم شغالين بهذا الأساس وهذا المبدأ. لذلك أنا اتصلوا بي وتم التواصل بي من إنتاج المتحدة. والله في مسابقة عن القرآن يا شيخ أحمد، دولة التلاوة يتعمل عنها التتر، أنا تحت أمركم وعناية. فاللهم لك الحمد، سجلت تتر المسابقة، وتعاونت مع الموسيقار الكبير الأستاذ تامر كروان، وبفضل الله سجلت بعض الابتهالات. وبعد كده فوجئت بالشيخ ياسين التهامي، وأنا الشيخ ياسين التهامي من محبينه برضه، وهو من الناس الصادقين والناس اللي بتقول بروحها جدا. فاتبلغت ان انا الابتهالات اللي انا قلتها مع المزيكا هتتلغي وهتبقى هي في البرنامج لوحدها، وان التتر هيغنيه الشيخ ياسين. طبعا انا تشرفت. ليه بقى؟ انا فرحت لان ما زعلتش. لو زعلت كنت هقول هنا في البرنامج، بس انا فرحت ان في عمل يجمعني بالشيخ ياسين التهامي. الشيخ ياسين التهامي تاريخ كبير قوي، وليه بصمته وليه شغله وليه قصائده وليه تراثه وليه كل حاجة وليه تاريخه. فقلت ان شاء الله خير، يعني الجايات يعني ان شاء الله يا رب يكتب لي الجايات. انا ما سألتش، بس سبحان الملك اللي خرج صوتي من المزيكا بتاعت الاستاذ تامر وراح عارضها في نص الحلقة، فتعمل صدى يهز مصر كلها بفضل الله. وان البرنامج نفسه يظهر بهذا الشكل ويشرف مصر كلها بالأصوات الندية اللي فيه، ومن الأصوات من الشباب الصغير للشباب الكبير كلهم حلوين ما شاء الله. ده حقيقة كلهم حلوين، ما فيش حد وحش، أثرونا الحقيقة كلهم ما شاء الله عليهم. الله. فإحنا ستظل مصر دولة التلاوة ودولة الإنشاد ودولة الأذان ودولة الابتهال. ويقول لي كده القرآن أنزل في مكة وطبع في إسطنبول وقرئ في مصر. الله. إحنا أهل القرآن، وإحنا بلد اللي قرئ فيها القرآن، من أول مشايخنا الكبار رضوان الله عليهم لحد برنامج دولة التلاوة النهاردة. فشرف كبير ليا برضو الحمد لله ان انا اشارك في هذا البرنامج بهذا الشكل، وان يكون ليا جملة بتتقال في الفواصل كده واتقدم كمنشد لبرنامج دولة التلاوة. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. برضو كرم كبير من عند ربنا. الحمد لله. في تكريماتك المتوالية كان هناك ايضا وقوف في احتفالية رسمية امام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا. وهو تكريم لموهبة كبيرة والاصطفاء بداخلي. أنا أعلم أنه موجود بداخلك، ومن هنا بتتفتح لك الأبواب. الحمد لله. عايزة استشعر يعني هذه الحالة اللي كنت نتحدث عنها من سنوات قليلة. أكيد. وأنت الآن في رفعة وفي علو مكانة، بأن تقف أمام يعني سيادة الرئيس، الحمد لله، رئيس الجمهورية. بيبقى شعورك إيه عندما تم ترشيحك وأنت تمثل حالة خاصة لا يضاهيها أي أحد في هذه اللحظات أمام سيادة الرئيس؟ أولا قبل الرئاسة أو في حين الرئاسة، حتة المسؤولية، الخوف الدائم من هذه المسؤولية اللي على عاتقي، اللي أنا ربنا حطني فيها،
ودايما دعائي ان انا يا رب قدرني عليها واكون على هذا القدر. تمام. دي الحاجه التانية ان انا اقف طبعا قدام سياده الرئيس. انا عايز اقول لك اول فيديو لو رجعت تشوفيه هتلاقيني واقف مبلول. كنت شديد التوتر يعني. الحمد لله. طبعا كان بقالنا 3 ايام ما بننامش خالص، مفيش نوم، مسؤولية كبيرة. فكان الموضوع يعني في حتة تانية خالص، الى ان هو قابلني بابتسامته المعهودة ولين قلبه اللي احنا نعرفه يعني. فارسل اليك الاطمئنان الحمد لله. وفي وجودي في الحفلة التانية وثناءه عليا شخصيا وثناء كل القيادات اللي كانت موجودة الحمد لله، والوزراء والسفراء اللي كانوا معزومين من بره مصر الحمد لله تكلموا عن الفقير. والحمد لله فقرة الابتهالات كانت فقرة من أكبر فقرات الحفل. فده اللي بقول عليه التوفيق من عند الله. أما أنا كشعوري أنا ما لا أشعر بنفسي إطلاقا. يعني أنا واقف قدام ملك البلد اللي أنا بنتمي ليها وبعتز بيها، هيبقى شعوري إيه؟ طبعا خوف، طبعا رهبة باعتزاز. طبعا انا محضر نفسي، محضرين طبعا الشو عامل ازاي وعاملين بروفاتنا كتير جدا، ولكن الدعاء هنا يا رب كملها بخير، يا رب تخلص على خير يا رب. صحيح. الى اني بخرج على المسرح اشوف سيادة الرئيس قدامي، طبعا ده بيكون على اي طبعا على اي حد صعب. تمام. ولكن هو برجع اقول من تعاملنا داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية هم مش بعاد عندنا، هم أبائنا، وده اللي احنا شفناه سواء كواليس الحفل أو في الحفل نفسه. فبخلص القوالة وانا سيادة الرئيس بيسقف لي وبيضحك ومبتسم وفرحان بابن من أبنائه. هيكون شعوري إيه؟ هيكون شعوري فخر واعتزاز ورفعة يعني، وبتتبدل كل مشاعر الخوف لمشاعر كلها يعني فرحة وثقة ومحبة. وسبحان الملك يعني ربنا كمان بيجعل ده سبب ان تتفتح لك ابواب الرزق. الحمد لله الحمد لله. فاللهم لك الحمد. هو كله بفضل الله ومن الله، وليس لنا من الامر شيء. الحمد لله. انا اعلم انه يعني مثولك امام الرئيس كان وراءه كورال واستعدادات موسيقيه، لكن انا الحقيقه حابه استمتع بصوتك وبنقائه بعيدا عن هذه الادوات. أكيد. هل تتذكر ولو قليل مما يعني قدمته امام سياده الرئيس في هذه الاحتفاليه الكبيره الرسميه واللي شاهدناها جميعا؟ طبعا كان في دعاء لمصر كده في الحفله الثانيه. فهو انا فاكر كنت بقول: يا ربنا بحق هذه الليلة العظيمة المباركة ندعو لبلادنا فاستجب دعاءنا. اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء. يا رب فاحفظ أرضها وسماءها وأمنها وأمانها، وأدم عليها نعمة الإيمان. هي الكنانة ما هانت على أحد، يا رب تحفظها عطفا وترعاها. ندعوك يا رب، ندعوك يا رب، ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والنيل مسراها. بارك لنا فيما جنينا واجل الطريق لناظرين، وافتح كنوزك في يدينا.
وأعل وارفع ما بنينا أمدنا ببركة الصلاة على النبي توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم الأكرمين يا رب. الله ونعم بالله. نغمات على ضوء الهلال. أنا سؤالي لحضرتك، ولا أعلم إن كنت يعني تسلك هذا الطريق أو لا، لكن أنا أتمنى أن تكون بالفعل تدير هذا المشوار. إن شاء الله. كيف تدير هذا النجاح السريع والحمد لله حتى لا يتحول إلى ضغط على الأستاذ والمبتهل أحمد العامري؟ الله يخليك يا فندم. والله أنا طبعا معايا صديق ليا ربنا يبارك له ويحسن إليه، من الأصدقاء المخلصين ومن الناس اللي لها درجة عالية من التقرب لله. ويعني يقول لك الصاحب ساحب، فأنا اخترت صاحبي الحمد لله الشيخ حسام صالح. هو مدير فرقتي ومدير مجموعتي، هو الناصح الأمين. هو الناصح الأمين، ده حقيقي، والمخطط للخطوات القادمة، ده حقيقي الحمد لله الحمد لله. وبرضو سر صلاحه هو ان برضو طول ما هو معايا في اي سكة ربنا بيفتح فيها الباب، فدي الحمد لله. وما تعرفيش هو هل صلاحي انا لا اعتقد ان انا يعني لسه يعني، او مش لسه، ما فيش حد يقول عن نفسه صالح. تمام. وبرضو الشيخ حسام احسبه من الصالحين، ولكن هو فتح الابواب لعل وعسى تكون يعني مش لاجلك انت، ممكن تكون لاجل يكون هي رزق طبعا لك ولمن حولك، لك ولمن حولك وبيتك. لا ادعي ان انا ورضا والدين ورضا والديك الحمد لله. صحيح. والدتي دايما تدعي لي، دايما راضي عليا، ووالدي متوفي وهو راضي عليا الحمد لله. فانا شايف ان برضو دعاء والدتي في يعني في كل مشوار وفي كل نزول وفي كل ما عندي عليا امي عايزه حاجه اطلع لها قبل ما اخرج اي مشوار، اسمع دعوتها، خلاص انا كده خدت المفتاح والطريق وخرجت من بيتي وانا امن بفضل الله الحمد لله. فيعني ساعات الانسان ما يبقاش هو السبب في حاجات كتير قوي بتحصل له. احنا مش هندعي ان احنا زي ما بقول لك لا نملك من امرنا شيء، ولكن ربنا بيسبب الاسباب لك ولمن حولك. أستاذ أحمد، حضرتك في سن صغير قيمة وموهبة أنت أكبر بكثير، وهذه حقيقة ترصد. رسالة حضرتك للشباب الذين يمتلكون موهبة ويخشون الخطوة الأولى. أنا نصيحتي للشباب أن يتمثل بالأخلاق المحمدية. وأنا يعني واحد من الناس والله بقى أنا بنصح النصيحة وأنا بعافر. يعني أنا يعني عايز أقول لحضرتك أنا كل يوم بقول يا أحمد اهدى خالص. يعني مهما احنا بنمشي في الدنيا وفي الحياة بنقابل ضغوطات. التمثل للأنوار المحمدية إن أنت في هذا المجال أنت تنافس نفسك وتنافس إما لا تنافس من حولك. هو طبعا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكن أنت تنافس نفسك. أنت كل ما زودت نفسك وقومتها وحسنتها ربنا يكرمك. والسعي وعليك بالامتثال لما سبقوك. مفيش حد بيطلع من نفسه، لا لازم تعرف ده طلع ليه وربنا اداله ازاي وامدله ازاي، وتفهم القصة دي ماشية ازاي وخلاص. اما بالنسبة للعلم لو عندك الموهبة ربنا هيكرمك ايا كنت، ربنا هيكرمك لا محالة. بس عليك بالاجتهاد وعليك بالمعرفة وبالعلم وعليك بالامتثال للطريق
كما يعني ما تقوله تطبقه في حياتك. تمام. وصدقني ربنا هيمدك وهيفتح عليك يعني سيأتيك رضا من الله ورضا ممن حولك، وسيأتيك الرزق من حيث لا تحتسب. رسالة يعني غاية في الأهمية وتوضع في الحسبان، وأتمنى لكل من يسمعها ويعني يستشعر بداخله أكيد. موهبة ولو بسيطة بالزبط. يأخذ بها من حضرتك أستاذ أحمد. طبعا. هذه النصيحة قيلت شفويا. أيوة. لكن ابتهالا في هذه الليلة المباركة، يعني إحدى ليالي الشهر الكريم، وكل سنة وحضرتك طيب، وحضرتك في أتم صحة وسلامة وأكثر نجاحا وتوفيقا. اللهم آمين. يعني لا تحرمنا حاضر. من صوتك. حاضر. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. وقلت يا أملي في كل نائبة، يا أملي يا أملي. وقلت يا أملي يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. وقد مددت يدي يا رب، وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك. وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب
يا رب فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. الله. نغمات على ضوء الهلال. من قلبي كل الدعوات، يعني أدام الله عليك نعمة وجمال الصوت، الله يخليك يا رب، وجعلك نورا للقلوب، وزادك نضجا وتألقا وتواضعا وخلقا ومحبة وقبولا في الأرض والسماء. الله يحفظك. اليوم بنفتخر بصوت أثبت بالفعل والقول أن مصر ولادة، وأن النغم فيها لا يموت. إنه صوت الشيخ أحمد العماري. الله يخليك يا فندم. كل الشكر والتحية والتقدير كل التقدير لصوتك ولموهبتك ولشخصك الكريم الذي لمست فيه عن قرب أنه يستحق كل هذا الكرم وكل يعني هذه النعم من المولى عز وجل. الله يخليك يا حقيقة فندم. أعترف بها. كل عام وحضرتك في أتم الصحة والسلامة وأكثر نجاحا وتألقا وتوفيقا. وحضرتك بألف خير. وأنا ولأول مرة عايز أكون يعني ضيف يثني على من أجرى معه الحوار، ودي تحدث لأول مرة. لأول مرة في حياتي أجلس في حوار يعني هو لله وفي الله والمحبة والقبول من الله. الحمد لله. وإن أنا أسرد فيها قصص من حياتي، وإني أشعر بالأريحية وكأني داخل بيتي وداخل منزلي، ويعني ومفيش أي قيود. ويعني ده إن دل فيدل على صدق حضرتك، ويدل على طيب خاطر حضرتك، ويدل على يعني إن حضرتك يعني دائما ما تستشعرين ضيفك جيدا، ودائما ما يكون عندك بصيرة كبيرة تجاهه، ودائما ما تعطي انطباع على ان هذا الضيف مش مجرد ما تربطه هي حلقة، ولكن هي يعني معرفة إنسانية من المعارف اللي الإنسان يتشرف بها في حياته. فأنا بشكرك أنت على هذه الحلقة، وبشكرك إن أنا قعدت النهاردة لقيت نفسي كده زي ما بيقولوا كده، يعني بيقول كل الكلام اللي يقول في خاطره في حياته. وأنا بتشرف إن أنا عملت الحلقة دي، وبالمناسبة بتمنى إن هي تنزل على السوشيال ميديا وهذيعها وهنزلها على صفحاتي وافتخر بيها قدام كل الناس. يعني العفو. ده أول مرة يعني أعمل الشكر ده في برنامج عموما يعني. فيعني جزاكم الله خير، وكل سنة وحضرتك طيبة، والشرف ليا. وإن شاء الله بأمر الله نتمنى ممن يحبنا وممن يقدرنا ويهتم لأمورنا إن كل الناس تدعي لنا، وإن ربنا يكرمنا ويجعلنا على هذا الطريق لحد ما نقابل ربنا ونقابل سيدنا رسول الله، ونحن على قول لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله، وعلى رؤية واجتماعنا بكل من نحبهم وعلى طريقهم من مشايخنا رضوان الله عليهم. بس ما اقدرش اضيف اكتر من كده. والله يا شيخ احمد انا اللي بشكرك شكرا جزيلا، وتشرفت ولم تخيب ظني عندما استشعرت منك من الفيديو الاول عندما ابكيتنا بصدق احساسك. والله ما خالفت ظني، وعندما جئت وجلست وانت بالفعل في بيتك، ليس فقط في البرنامج العام ولكن هنا باستوديوهات مسبيرو، نورت وشرفت كل ميكروفونات الاذاعه وكل المنابر المرئيه والمسموعه. الله يخليك. نغمات على ضوء الهلال. نغمات على ضوء الهلال، إعداد وتقديم عزة إسماعيل.